فيا اما تنزل فيديو تقول هذا مو اخوي تيمور وانا كنت اكذب على الناس، يا اما ارفع عليك دعوه قضائيه انتحال شخصيه. السلام عليكم. بالبدايه انا مو اخو تيمور، بس قبل لا تغلط وتسب بالتعاليق بس عندي كم سالفه راح اقولهن بالفيديو، وبعدها براحتك اغلط وسب وسوي ديسلايك وش تسوي سوي، واذا تريد الغي اشتراكك وروح. شباب قبل لا اسوي هاي القناه دزيت رساله تيمور وقلت فراح تطلع لكم الرساله هنا، وقلت له السلام عليكم انا احبك واتابعك ومفعل الجرس ومشترك بقناتك، فراح اجيب اسمك بفيديو. اتمنى تعذرني لان انا طالب مدرسه وتعرف الظروف في الشغل بالعراق شلون، وانتم كلكم تعرفون. عندك مشكله استمر ابدي ما جاوبني، تركت الرساله يوم يومين هم ما جاوبني. فاللي يقول رسائل هواي وما جاوبك، اولا انا يوتيوبر قناتي يعني مسويها من قبل 2016 وقناتي واصله 500,000 ومعروف وفيديوهاتي صاعده بالملايين، ما معقوله ما شافها واحلف شافها. فبلشت بالقناه شباب، وجاني تيمور شخصيا وعلق لي بقناته وثبتتها لكم باول فيديو، الفيديو التعريفي، وثاني فيديو اتوقع ميمز. فدخلوا على القناه وتاكدوا، حطالي رابط وين لقيتها لك لاوات. يا اخي قل لي بطل، انت ما تحب الخير قل لي بطل. المهم وبعدها صارت مشكله الشراسه وهيم وحسوني وتيمور، فنزلت فيديو وحكيت الموضوع مثل ما قال تيمور بالستوري، فاجى وقال لي عاشت ايدك واستمر بس لو تبطل مال اخوك. وبعدها تيمور نزل اعتذار بستوري شراسه ونزلته لكم باليوتيوب. اجاني وش وقت معتذر، قلت له بستوري شراسه خله وحضرني، وبقى يفتح بث بالانستغرام وبقى يسب ويغلط علي وغلط ما اريد اطلع بالفيديو. فاذا تحبون تتاكدون اكتبوا باليوتيوب وكلكم شايفين اتوقع، بس اكتبوا بث تيمور يحكي على عاكش ما ادري شلون. فبقى يسب ويغلط علي وانا ساكت ما حكيت اي شيء. فدخلت له من غير حساب وقلت له يا حبيبي شنو مشكلتك وياي، ليش تغلط وتحكي علي؟ يا اخي فك الحظر وقل لي ببطل. فما جاوبني والحساب موجود لسه والرسائل موجوده لسه. واليوم نزل علي ستوري هو وابوه يهددني، وما اطلع لكم الرسائل بالخاص اللي اجتني من اخوه واللي من عمامه ومن خواله، وانطينا عنوانك بالديوانيه. فراح اخليكم ويا اخر ستوريات نزلهن تيمور وابوه علي. ايش رايك هذا اللي يقول انا اخو تيمور ما اعرف شو اسمه، عاكش اسمه ما ادري شو اسمه؟ والله يا حيدر ما ادري، انا اخوكم هناك بديوانيه مدري وين ما ادري. هاي معقول عندك واحد ما ندري؟ وانا هم ما ادري بروحي. نرشك بروحي يا ولد ما نظام والكعبه يعني وعندي اخوان بعد اثنين الله يحفظهم وبس، ترى والله العظيم ما عندنا اخوه، هذا الوالد بنفسه. فشوفوا شغلكم بعد وياه. فعاكش حبيبي انا ما كنت اريد اسوي هذا الشيء طبعا، بس لان صارت لي مشاكل صراحه بسببك. فيا اما تنزل فيديو تقول هذا مو اخوي تيمور وانا كنت اكذب على الناس، يا اما ارفع عليك دعوه قضائيه انتحال شخصيه او فد شيء. بعد ما شفت ستوريات تيمور وابوه فاحب اقول لكم اني مو اخوه، واذا تحب تشترك بالقناه خليك على راسي، واذا تحب تلغي اشتراكك وتروح هم اخليك على راسي. وبالنسبه للغلط والشتام، جميع واحد يغلط علي على اهلي ما راح اسامحه طول حياتي.